مساء الخير، يا رب إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح أسوي مقلوبة. عندي هنا الدجاجة راح أشويها شوي، نظفتها وراح أشويها شوي. راح أضيف لها توابل. عندي هنا الليمون دوزي، ملح الليمون وملح وبهارات جدر وفلفل همين نظفيت بس لي جوا يعني صاير. هسه أخلطهم وراح أتبل بيهم الدجاجة وأخليها بالفرن حتى نسوي المقلوبة مالتنا. يعني حابة اليوم أشويها شوي الدجاجة. وراح أخلي للمقلوبة طماطة وبوتيتة وباذنجان وفلفل خيار. عندي هنا التوابل اللي راح أسوي بيهم التمن الأحمر مالت المقلوبة. عندي هنا نومي بصرة، ليمون أسود. عندي هنا دارسين، بهارات جدر، فلفل أسود، وهنا ثوم، وهنا عندي القرنفل وفلفل الأحمر، بابريكا. عندي هنا الملح، وعندي 2 فص ماجي راح أضيفهم. بس الماجي راح أذوبهم قبل شي، أذوبهم بكاسة وبعدين أضيفهم. عندي هنا التمن أنا منقعة 3 قلاصات تمن. هسه راح أبدي أتبل الدجاجة وأخليها بالفرن وبعدين أسوي التمن. هنا تبلت الدجاجة هاي الطريقة. راح أضيفها بهاي الصينية، ضفتها بهاي الصينية وراح أخليها بالفرن وأضيف لها في قلاصين أو يعني إذا احتاجينه مي حار، وأنزلها بالفرن حتى تستوي من البخار اللي راح يصير من المي، تستوي على راحتها. وراح هسه أدخلها للفرن. هنا دخلت الدجاجة الفرن وضفت مي قلاص ونص إلها. هنا أخذت الفصين بنفس الكاسة اللي سويت بيها البهارات مالت الجدر مالت الدجاج. هنا راح أذوبهم حتى أضيفهم على التمن. وهنا حتى نسوي التمن عندي ليا أنا مذوتها ومخليتها بالثلاجة، فأخذ منها لما أحتاج. هاي ليا بالدموع إن شاء الله. وأطبخ التمن الأحمر مالت المقلوبة. هنا ضفت بصل علية حتى تبدي شوي تتقلى عندي، وأضيف المعجون ومية الماجي. هاي الماجي اللي ذوبتهم صاروا بهذا الشكل. معجون راح أضيف إياهم، وعندي معجون طماطة، وهاي التوابل اللي قلت راح أضيفها. هسه بس تشقر عندي شوية البصل. هسه الدجاجة خليتها بالفرن، مشغلة الفرن بس من جوا. أول شي حميتها الفرن، حميتها على درجة 200-250 عادي، حتى ذا 300. شنو؟ لأنه أنا ضفت لها مي قلاص ونص مي بالصينية، فخليتها بس من فوق شغلتها، لأنه دا شغلة الفرن من فوق من جوا راح تستوي رأسا عندي من فوق، فأنا لا ما شغلته بس من جوا. واحتمال إذا استوت من فوق ما حاجة أشتغله، مرات تستوي حتى إذا شغلة بس من جوا تستوي عندي من فوق ومن جوا، ما يحتاج أشغله الفرن من فوق. بس إذا احتاجت أشغله. هسه إن شاء الله راح ورا ما أكمل التمن الأحمر أقلل البوتيتا والباذنجان والبصل والطماطم حتى تكمل عندنا المقلوبة. يعني هنا ضفت بهارات الجدر على البصل، وراح أضيف المعجون والماجي. هنا ضفت المعجون، راح أضيف الماجي، هسه راح أضيف التوابل كلهم. وراح أضيف مي. هنا دا يفور عندي المي، بس يفور مرة اللوف راح أضيف التمن. وهنا فار عندي المي، ضفت التمن، راح نبدأ نقلبه وراح أغطيه لما ينشف عندي المي مالته راح أنصيه. هسه راح أبدي أقلي بوتيته والحبشتلات اللي وياها. وهنا راح أبدي أقلي بالباذنجان والبوتيته. هنا خلي الزيت للباذنجان والبوتيته، راح أبدي أقلي بيهم. وهنا عندي التمن بعد ما نشفوا هواية حتى أنصيه.
وهنا كملت عندنا الدجاجة وصارت بهذا الشكل. كملت يعني أنا خليتها الفرن بالفرن واشتغلت بالتمن. وهنا عندي الطماطة قليتها، وهنا عندي البوتيتا والباذنجان والفلفل. فهسه أول شي راح أشيل الدجاج وأخليها هنا حتى نصفط البوتيتا والباذنجان مرتله. هنا خليت الدجاج وخليت الطماطة، وهسه أضيف البوتيتا وبعدين راح أضيف الباذنجان. وهنا ضفيت البوتيتا وضفت الباذنجان وضفت الفلفل، راح أضيف التمن. وهنا ضفت التمن. فبهاي الطريقة حتى تطلع عندنا شلون القالب. وكمل تقريبا قدانة. وهنا كملت عندنا المقلوبة وصارت بهذا الشكل. صارت بهذا الشكل المقلوبة مالتنا، ويا رب إن شاء الله تعجبكم. وإذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو أنزله. وجربوها، وأكلة كلش سهلة ولذيذة وما تحتاج أي وقت. ويا رب إن شاء الله اللي يجربها ألف عافية على قلبه، ومع ألف سلامة.